السلام عليكم، أنا محمود عمر مستر عريش، وكالعادة الفيديو ده طالع من دبي. معلش على التأخير بقى، اتأخرت عليكم فترة كبيرة. بنحاول نغير المجال وندور على فرص أكبر هنا في الإمارات. النهاردة الفيديو هيكون على وظيفة، جايب لكم حاجة في الجون. إن شاء الله كل الكلام اللي هقولهولك دوت ممكن هتدخل على الويب سايت بتاع الشركة وهتشوف بعينك إن مرتب الشركة ديت من 130 ل170 ألف جنيه في الشهر. مش بمعنى صح عشان مكبرش المبلغ، 10 ل13 ألف درهم إماراتي. اضربهم في 13 بقى هيوصلوا معاك مع 160 ألف 170 ألف. حسبها انت براحتك. ايه الوظيفة ديت؟ الكابين كرو. هقول لكم على حاجة بسيطة في الأول تعرفك إن الفرصة ديت ما تتعوضش. جرب من سوريا، من مصر، من لبنان، من أي حتة. قدم على دولة أوروبية أو دولة عربية على وظيفة، هي أصلا مش هيشوفوك، مش هيدوك فرصة أصلا. يعني حتى يبعتولك مسج يقولك احنا رفضناك عشان خاطر لا، مش هيشوفوا أصلا، مش يعملوا ريفيو للأبليكيشن بتاعك أو السي في بتاعك. مسافة بس ما يشوفوا إن أنت موجود في دولة تانية أو خارج الدولة اللي أنت بتقدم عليها، يطرقعولك بالعربي كده. بياخدوا مين بقى؟ بياخدوا حد طيار، حد طبيب، حد بيشتغل في الاي تي، في التكنولوجي. الكلام دوت. الناس دي بتبقى مثلا عندهم الفرصة او فرصتهم انهم مثلا شركات تانية تستقطبهم من دول اخرى بيكون اسهل. لكن انت راجل بتشتغل في كاستمر سيرفيس او بتشتغل سيلز او بتشتغل في ريل استيت، في الكلام دوت. هم عندهم ناس في بلدهم كتير جدا بتدور على الوظايف ديت، فمش محتاجين انهم يستقطبوك او يجيبوك من بلد تانية. لكن شركة الطيران اللي هكلمك عليها ديت مش شركة طيران دي بس، يعني شركات طيران كتير بتعمل كده. بس دي الشركة دي السنة ديت عايزة 5000 كابين كرو. شركة إماراتس إيرلاين أو طيران الإمارات بيعمل بالنسبة للقاهرة، بالنسبة لمصر بيعمل assessment day أو open day في القاهرة واسكندرية. بالنسبة للبنان وسوريا والجزائر وموروكو، المغرب والكلام دوت مش عارف صراحة فين بالظبط. فأنت ممكن تدخل على الويب سايت وبتدخل بتشوف الأوبن داي موجود فين، أو لو قدمت عملت ابلكيشن على الويب سايت بيبعتولك invitation في assessment day، وانت بتشوف بقى المحافظة اللي انت هتعمل فيها انترفيو فين او بتعمل فيها الاسسمنت ده الداي ده فين. وبتبقى تكاليف الانتقال عليك، يعني هما ما بيدفعوش اي حاجة ليك وانت رايح الاسسمنت داي، او بيحجزوا لك accommodation مكان تنام فيه او transportation، مفيش الكلام ده. بالنسبة لطيران الامارات، ادخل على الويب سايت. انا مش محتاج ان انا اقول لك مثلا الويب سايت في الديسكريبشن والكلام دوت. هو طرق كتير عشان تقدم، انا هقول لك بس على البوينت المهمة جدا ان انت تحتاجها، وهفتح لك دماغك على ان انت مثلا تجرب حظك. يعني في ناس كتير يعني عمر ما جاي على بالها انها تقدم على الكابين كرو او تشتغل في شركة طيران. وان شاء الله اكون يعني ايه الفيديو بتاعي يعدي بالصدفة قصادك ويغير حياتك. لو ما بتتكلمش انجليزي ما تقدمش، عشان نكون صراحة مع بعض. لو عندك تاتو في مكان ظاهر في جسمك، في وشك، في رقبتك من ورا، في ايديك، بلاش تقدم، يعني ما تضيعش وقتك. سكارز، يعني انا صراحة سمعت ان في شركات بتتغاضى، يعني مثلا لو عندك مثلا اي يعني جروح بسيطة مثلا في ايديك، في وشك جرح بسيط او حاجة زي كده، ممكن يعدوها. في شركات تانية ستريكت جدا ورولز، رولز مفيش كلام. يعني مثلا ممكن تروح وتلاقي ناس كويس جدا والناس مبسوطة منك، وفجأة يقولوا لك شكرا، نتمنى لك التوفيق، وانت مش عارف ليه اصلا. وهتكون بسبب مثلا جرح او بسبب تاتو ظاهر وانت قلت مش ظاهر، ومش هتعرف تخبي، فهم هيقفشوك. لو عندك تاتو هتتقفش. لو عندك بقى جرح او حاجة زي كده وبيتخبيه بالميك اب، ممكن دي تعدي. لكن التاتو هيقفشوك او في حد زميلك هيقول عليك ترمينيشن يعني.
الوظيفة ديت من الوظائف اللي هتديك دفعة في الحياة. لو انت عايز تكمل في الكاستمر كير او كاستمر سيرفيس، هيكون لو انت مش عايز تكمل في المجال دوت عشان السفر والعيلة وتبني فاميلي والكلام ده والأسرة، هتشتغل 3 سنين وهتقعد. مثلا في فنادق لاكشري، الفنادق اللي هي الواو جدا دي ما بتوصلهاش بسهولة. فانت لما يكون معاك في السي في بتاعك ان انت اشتغلت كابين كرو، راجل بقى ساش بروفيشنال او بنوتة بقى بروفيشنال في الكاستمر سيرفيس، يبقى عندك فرصة او عندك فرصة ان انت تشتغل في الفنادق اللاكشري ديت سواء في اي دولة بقى. لو انت موجود في اي دولة بيبقى انت من الناس المؤهلين جدا ان انت تشتغل في الكاستمر سيرفيس في الفنادق اللاكشري. سيبنا بقى من الفنادق وسيبنا من الكلام دوت وزهقت وعايز تقعد في البيت. فانت حبيب قلبي هتقعد في البيت، هتقعد في البيت برنس وهتعمل فلوس. يعني انت لو فكر كده، لو اشتغلت مثلا بالراتب دوت 170,000، اصرف 70,000، اصرف 100,000 وخلي 70. لو انت راجل سنجل كده جميل مع نفسك، هتعيش حياتك 3 سنين وهتحوش 100,000 جنيه في الشهر، 70,000 جنيه، 80,000 جنيه في الشهر. في 3 سنين انت هتعمل بيزنس بتاعك برنس، مش محتاج بقى تطلع تشتغل. سواء مثلا هتعمل بيزنس من نوع تاني اللي هو محتوى على الفيسبوك عن السفر وعن اختلاف الثقافات والكلام دوت. فانت هتسافر يعني مثلا زي اميريتس ايرلاين عندها 150 وجهة، 150 destinations. انت هتبقى عندك فرصة كتير تصور في بلاد مختلفة، وممكن الفيديوهات اللي انت بتعملها دي تبقى الكارير بتاعك، يبقى البيزنس بتاعك في المستقبل. فانت موجود في القاهرة، موجود في الجيزة، موجود في اسكندرية، في أسوان، في السلوم، في اسماعيلية، في العريش، في طنطا، في بنها. ادخل على Emirates Airline كارير وادخل على الكابن كرو اوبورتونيتي. هنا بقى النقطة اللي انا جاي اقولك عليها. هتلاقي مثلا كابن كرو اوبورتونيتي، هتلاقي كابن كرو اوبورتونيتي ومحطوط بين قوسين UAE residents. دي معناها للناس المقيمة في الامارات، مش الاماراتيين بس، يعني الناس المقيمة في الامارات. فانت ما تستنصحش وتروح تعمل في دي وتسيب التانية، لا اعمل في التانية اللي هو الناس اللي عايشة خارج الامارات. هيجيلك انفيتيشن لو السي في بتاعك مرتب والابليكيشن بتاعك مرتب وخبرتك عجبتهم. وحتى لو ما عجبتهمش اعتقد يعني هم دلوقتي بيلموا اي حد بيبعت لهم بيقبلوه. هتروح الاسسمنت داي، هو فيه حوالي 5 خطوات. في ناس كتير شرح الموضوع دوت، انا مش هعيد وازيد فيه، بس اللي هقول لك عليه ان انت قالوا لك تعالى 10 دقايق قبل الميعاد، روح 10 دقايق قبل الميعاد. قالوا لك تعالى فورمال، هتلبس بدلة، تاي سودا، جزمة سودا، اعمل ده، ما تفتكسش وتروح تلبس لي بليزر والكلام دوت. حاول ترتب نفسك كده وتأهل نفسك يعني اليوم ده كويس. كلامك يبقى بالايه يعني بالقطارة كده. سألوك عن واحد قول واحد، سألوك عن 2 قول 2. ما تطلعش بقى مواهبك وما تعملش فيها ان انت الاخطر واحد في التيم. هما برضو بيبصوا على ان انت تقدر تشتغل يعني تيم وورك، يبقى في تعاون بينك وبين زمايلك، عشان خاطر هما هيحطوك في مجموعة ويشوفوا ان انت بتتعامل ازاي في المجموعة ديت، وهتقوم تعرف نفسك وتقول الجواب بتاعك. هيدوكوا سؤال وانت تقول الجواب بتاعك. فانت حاولوا كلكم مثلا تبقوا اجابتكم واحدة، وحتى لو اختلفت عن زمايلك ما تطولش. هيقولك دقيقة معاك، 30 ثانية معاك، 60 ثانية تجاوب. جاوب في 60 ثانية، ما تزيدش عن كده. والبادي لانجوج بتاعك ما تعملش اي حاجة، يعني اقف ثابت وحط ايديك قدامك اللي هو زي كده وما تعملش اي حاجة. يعني هتقف زي البتنجانة السمايل ابتسامتك، وما تهزش ايديك بأي طريقة من الطرق. يعني ما تتكلمش بايديك، اتكلم بلسانك بس. وفي نفس الوقت ما تبينش ان انت بقى الانحناء الكتير دوت. لا لو عايز تقول حاجة او تشكر حد بطريقة معينة،
حط ايدك مثلا على صدرك كده وهتهز راسك شوية، خلاص مش اللي هو هتعمله فيها الصيني. فإن شاء الله يعني حد يشوف الفيديو ويكون إلهام ليه إن هو يغير حياته ويقدم في حاجة زي كده. حتى لو مش في إميريتس إيرلاين، جرب حظك في قطر إيرويز، في إير أرابيا إيرويز، شركات كتير في الخليج فاتحة تقديمات يعني. فإن شاء الله ربنا يكرمكم. وأنا بحاول أهو أغير المجال، عشان صراحة فلوس الإمارات في مجال الفنادق ما يأكلش عيش. هتاخد فلوس وتبعتها لمصر وهتشتري لك عربية والكلام ده ومش هتاكل وتشرب هنا ومش هتخرج. فأنا الحياة دي مش بتاعتي. أنا بحب أخرج وبحب أتفسح وبحب أتبسط بمعنى أصح. فأنا مش هحبس نفسي في البيت بالمرتب دوت. فأنا لازم أدور على حاجة تانية أفضل تخليني أعيش حياتي بقى، أسافر، أعمل اللي أنا عايزه بدماغ، ما أحسبش بقى أنا مرتب الشهر ده أعمل بيه إيه والكلام دوت. والفرص دي موجودة هنا يعني. اللي يقولك إن هنا مفيش فرص، هنا في فرص بس صعبة، حقيقي صعبة. بس أنا برضو ما أقولكش بقى إن أنت وحظك بقى اللي هو الكونتراكت الأول، أول تعاقد ليك مع شركة هنا ايا كانت ايه الشركه ديت. انا ما بكلمش عن الايرلاينز دلوقتي، اللي هو الطيران كده كده هتاخد فلوس كويسه. الشركات التانية بقى مجال الريل استيت او الفنادق او الكلام دوت، واثق 100% ان انت هتاخد مرتب ضايع. فدور بقى، افضل دور دايما. ان شاء الله هحاول اكتشف طرق تانية في حاجه في الريل استيت. بحاول اشوف معلومات عنها اكتر علشان خاطر حقيقي في مرتبات واو. هحاول اعرف الدنيا فيها ايه وهبلغكم ان شاء الله بكل جديد. واعذروني بقى اتاخرت عليكم. ان شاء الله قريب اوي في فيديوهات تانية. بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله. السلوجان بتاعنا العريش تسلم وتعيش. السلام عليكم.